بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناتي حياتي بتتغير، أهلا وسهلا بيكم. كلنا طبعا الشتاء دخل وعايزين نشتري هدوم شتوي، بس الأسعار طبعا عارفينها نار نار، يعني مش أي نار يعني. آه، فعلشان نشتري لازم نبقى محددين خطة معينة للشراء، مش أي حاجة نشتريها وخصوصا الأسعار الغالية جدا لكل حاجة، سواء خروج أو بيتي أو هدوم، ترنجات أو حتى أندر للولاد، كله غالي غالي يعني. الأسعار مضاعفة 3 4 مرات. فعشان تشتري في أول الشتاء هيبقى الأسعار فعلا غالية. فقبل ما تشتري حددي بالظبط هتشتري حاجة أو حاجتين بالكتير، وبعد كده هيجي موسم التخفيضات. حاولي تستغلي الموسم ده استغلال كويس بحيث انك انتي تكملي الشراء في الموسم ده. وعلى فكرة موسم التخفيضات هيبقى يعني على شهر 2، يعني مش هتفرق انك تشتري دلوقتي من شهر 2. فحاولي تجيبي الحاجات الضرورية جدا في شهر 12 اللي احنا فيه ده، وبعد كده كملي بشهر 2. هتبقى لسه الشتاء لسه فيه كذا شهر كمان، وغير ان الحاجات الزيادة اللي هتشتريها ممكن تشتريها للسنة الجاية بحيث انك تستخدميها في اول الشتاء السنة الجاية. كل الناس اللي بتحب تظبط امورها بتعمل حسابها على كده. ولو الامكانيات، طبعا كلنا عارفين الظروف والامكانيات صعبة، ممكن مثلا تعملي جمعية من دلوقتي، او تشيلي مثلا مبلغ على جنب كده بأي حال من الأحوال، بحيث إن أول ما تيجي التخفيضات تبتدي تكملي الشتوي اللي ما اشتريتهوش في أول الشتاء. ما تحاوليش تشتري كميات كبيرة خالص في أول الشتاء، لأن التجار بيستغلوا الموسم في أوله ويقولوا إن كله محتاج هدوم شتوي، فبيبيعوا الحاجات بأسعار مضاعفة. فلما بتيجي موسم التخفيضات بيبقوا خلاص شبعوا، ويعني كسبوا بما فيه الكفاية، فبيحاولوا يتخلصوا بأكبر كمية من الشتوي اللي عندهم علشان يشتروا الصيفي ويكملوا الموسم بتاع الصيف بعد كده. فمعظم المدبرات للأمور بيعملوا كده. دي كانت فكرتي النهاردة في الفيديو، ان تشتري الحاجات البسيطة الأيام دي، والباقي تكمليه في موسم التخفيضات. وكمان حاولي تنقي الألوان اللي ما تكونش فاتحة في هدوم الشتاء، عشان ما تتوسخش بسرعة وتضطري تغسليها كتير، وهتستهلكي مسحوق وتستهلكي نفس القماشات بتاعت الحاجة، وممكن ما تعيش معاكي حتى باقي الشتاء. مش هقولك تشيليها للسنة اللي بعديها والكلام ده كله. فيستحسن في هدوم الشتاء بالذات تجيبي الألوان الغامقة، وهو الشتاء بيحب الألوان الغامقة لأن بتعطي إحساس بالدفء أصلا، وبتمتص حرارة الشمس وبتشعر بالدفء حتى وانت بره البيت. كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى أن يعجب حضراتكم وتستفيدوا بيه. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، وتشيروا الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. وكمان أتمنى أنكم في الكومنتات تقولولي على الفيديوهات اللي تتمنوا ان انا اكمل فيها. هل فيديوهات التدوير افضل، ام فيديوهات الاكل، ام فيديوهات المشتروات؟